السلام عليكم. من علامات الإيمان سلامة الصدر، ومن أبرز علامات سلامة الصدر الخصلة التي إذا وجدت فيك فهذا يدل على سلامة صدرك أن تدعو لإخوانك في ظهر الغيب، وهذا هو دأب الصالحين من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم. اسمع ماذا قال الله تعالى عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا قال عن نفسه؟ قال: إني لأدعو ل70 أخا من إخواني في الصلاة، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. يا الله، تأمل كيف يتحرى لا يفوته أحد من إخوانه في الصلاة، ودعاؤك لأخيك في ظهر الغيب مستجاب. لماذا؟ لأن الملك يؤمن على هذا الدعاء. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من عبد يدعو لأخيه في ظهر الغيب إلا قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل. وأعجب من ذلك ما في سيرة إبراهيم ابن عيسى أبو إسحاق الإصفهاني. ماذا كتبوا عن سيرته؟ أنه كان يقوم الليل ثم يدعو في آخر الليل لجميع الناس ولجميع الحيوان البهائم والوحش، ويقول في اليهود والنصارى: اللهم اهدهم، ويقول للتجار: اللهم سلم تجارتهم. تأملوا الغاية التي وصل إليها هذا الرجل، بأن يدعو حتى للتجار أن يسلم تجارتهم، بل حتى للبهائم والوحش، بل حتى لليهود والنصارى بأن يهديهم ويردهم إلى الحق.